بتاكل اقل وبتتمرن اكتر وبرضه مش بتخس، المشكله مش في مجهودك. متلازمه التمثيل الغذائي بتخلي جسمك يخزن الدهون بسهوله وبتقاوم الحرق، فحتى الدايت العادي مش بيكون كفايه. طب ازاي تخسر الوزن بذكاء لو عندك المشكله دي؟ قلل من الكربوهيدرات السريعه واستبدلها بمصادر بطيئه الامتصاص. زود من البروتين والدهون الصحيه عشان تتحكم في الجوع ومستويات السكر. مارس تمارين المقاومه مع الكارديو علشان تحسن استخدام جسمك للانسولين. ومهم جدا ان كواليتي النوم بتاعك تبقى كويسه، يعني محتاج ان انت تنام كويس يوميا، لان النوم القليل بيخزن الدهون وبيقلل الحرق. اهتم بالترطيب الكافي، لان قله شرب الميه بتاثر على كل عمليات الميتابوليزم. تابع وزنك وتقدمك في الجيم وقياساتك، وتابع السكر بانتظام علشان تعرف تاثير تغييراتك وتستمر عليه. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب، لان دعمك بيفرق معايا جامد جدا وبيساعدني ان انا اكمل. ولو عندك اي سؤال ليا اكتب لي في الكومنتس وارد عليك بفيديو او كتابه.